الراجل ده نام 500 سنة، ولما صحي اكتشف إن العالم اتدمر، العمارات واقفة بالعافية ومربوطة بحبال، والكباري اللي وقعت لسه زي ما هي محدش صلحها. نزل الشارع يسأل الناس إيه اللي حصل، لكن شوية أغبياء حاولوا يهجموا عليه. حس بالعطش وراح يشرب مية، بس اللي نزل من الحنفية كان صودا خضرة. مسك جورنال وبص فيه، لقى السنة بقت 2505، فقال لنفسه إنه لازم يروح المستشفى. وهو في الطريق البوليس وقفوا، ولما عرفوا إنه ما عندوش باركود الهوية على إيده قبضوا عليه، حبسوا في قفص وودوه المحكمة. لكن القاضي كان غبي زيهم، ومن غير ما يسمعوا حكم عليه إنه مجرم. الناس في القاعة سقفت وكأنهم في حفلة، ومحدش كان عايز يسمع كلمته. حارس ركب له طوق في رقبته ووداه السجن. قبل دخول السجن لازم اختبار ذكاء، وكان في سؤال بسيط عن جردلين 100، وهو الوحيد اللي جاوب صح. وده وضح إن الناس بعد 500 سنة بقوا أغبياء. في أول يوم ليه في السجن فكر في خطة هروب، وقال لحارس إن النهارده ميعاد خروجه، والحارس صدقه فعلا. بس أول ما خرج اتقبض عليه تاني. المرة دي ودوه للرئيس اللي اندهش من ذكائه وعينه وزير الداخلية، وطلب منه يحل مشكلة إن الزرع مش راضي يطلع. لما وصل للأراضي الزراعية لقى الرشاشات شغالة صودا، لأن الناس فاكرة الصودا نظيفة والمية بتستخدم بس للحمامات. مسك صودا في إيد ومية في التانية، وقال إنه بيعرف يكلم الزرع، وإن الزرع بيقول إنه محتاج مية. الخدعة نفعت، والرئيس أمر إن الري يبقى بالمية. بعد شهر الأرض لسه بور، والناس اتجمعت قدام بيته بسبب انهيار مبيعات الصودا وتسريح العمال. الرئيس عاقبه وبعته لساحة قتال يحارب عربيتين عملاقين، لكن فجأة ظهرت لقطات للزرع وهو بيطلع. الجمهور مصدقش، والرئيس عفى عنه وعينه رئيس الجمهورية الجديد.